السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا في دور ال 16. كانت ما بين نادي مانشستر سيتي ونادي لايبزيج. طبعا نادي لايبزيج الألماني. المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ألمانيا، ودي كانت مباراة العودة في انجلترا اللي انتهت بفوز تاريخي لنادي المان سيتي بنتيجة 7-0. طبعا رجل المباراة بلا منازع هو ايرلينج هالاند اللي احرز 5 اهداف في هذا اللقاء. لقاء طبعا كبير جدا ولقاء تاريخي. طبعا مليء بالارقام هنتكلم عليها بعد ما هنحلل المباراه. عندنا ابتدى نادي المان سيتي بتشكيل مكون من إيدرسون في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من روبن دياز و جون ستونز واكي اكي واكانجي. كان بيلعب باتنين في نص الملعب، رودري وجوندوجان، قدامهم كيفن دي بروين وبرناندو سيلفا وجريليش، وفي رأس الحربة الصريح ايرلينج هالاند. ابتدى طبعا اللقاء بضغط كبير جدا من نادي المان سيتي اللي قدر يخطف هدف في الدقيقة 22 عن طريق ضربة جزاء احرزها هالاند. الكورة كانت كورة عرضية اتلعبت من جريليش ل رودري اللي بيلعبها بدماغه تخبط في ايد المدافع، والحكم يرجع للفار ويحتسبها ضربة جزاء. يتصدى ليها هالاند ويدخل ويحطها بشماله على شمال الحارس، قنبلة صاروخ ارض محرزا الهدف الاول لنادي المان سيتي. ثم بعدها ب4 دقايق يستلم دي بروين كوره على حدود منطقه الجزاء ويشوط قذيفه تضرب في باطن العارضه وترد الهالاند اللي يحطها براسه بعد متابعه جيده او فولو جيد براسه، محرزا الهدف الثاني لنادي المان سيتي. ثم الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بقى الضايع من الشوط الأول. في الدقيقة 47 ضربة ركنية من ناحية الشمال لعبها جريليش. دخل دياز براسه وضربت في القائم الايسر ومشيت على خط المرمى، دخل وتابعها ايرلينج هالاند واحرز الهدف الثالث ليه والهدف الثالث لنادي المان سيتي. ينتهي الشوط الاول بنتيجة 3-0 لصالح المان سيتي. والشوط الثاني لا جديد، ضغط من المان سيتي عاوزين يزودوا الاهداف. ففي الدقيقه 49 كوره من ناحيه الشمال بيستلمها جريليش، يدخل منطقه الجزاء ويلعبها لجوندوجان اللي يرقص كده ويعمل فنت ويجيب الكوره على شماله ويطلق قذيفه ارض على شمال حارس لايزاك، محرزا الهدف الرابع لنادي المان سيتي. ثم الهدف الخامس في الدقيقة 53 برناندو سيلفا بيشوط صاروخ من ناحية الشمال ترد من الدفاع، تعلى الكورة يلعبها بدماغه جوه 6 يارد ايرلينج هالاند، يصدها الحارس، يدخل ايرلينج هالاند تاني بشماله ويطلق قذيفة في المرمى، محرزا الهدف الخامس لنادي المان سيتي والهدف الرابع ليه في هذا اللقاء. ثم الدقيقة 57 كرة ضربة ركنية تتلعب لمحرز اللي يشوط قنبلة يصدها الحارس ويدخل ويتابعها ايرلينج هالاند ويطلق قذيفة برضو ارض محرزا الهدف الخامس ليه والهدف السادس لنادي المان سيتي. ثم في الدقيقة 63 خرج ايرلينج هالاند ونزل مكانه الفريز. حاول المدير الفني انه
جارديولا انه يخرج هالاند لايه المحافظه عليه في المباراه القادمه خوفا من الاصابه او الانذارات. ثم الهدف السابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع في الدقيقة 92، كورة تمريرة حرية لرياض محرز لعبها لكيفن دي بروين على حدود منطقة الجزاء، اللي يطلق قذيفة بيمينه على شمال الحارس تروح في المقص الشمال. جول جميل قوي 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 ل كيفن دي بروين، محرزا الهدف السابع، وينتهي السيرك بنتيجة 7-0. طبعا الارقام بقى اللي بعد هذا اللقاء هو ان ايرلينج هالاند احرز 33 هدف في دوري الابطال من 25 مباراة لعب، وهو يعد اول لاعب في تاريخ دوري الابطال اللي يحرز هذا العدد من الاهداف في عدد المباريات دي. ويعتبر هو اول او ثالث لاعب يحرز 5 اهداف في دور اقصائي. يعني ده احنا بنتكلم في دور ال 16، مش بنتكلم في دوري المجموعات، دور المجموعات، لا ده احنا بنتكلم في دور ال 16. فيعد هو ثالث لاعب في تاريخ البطولة اللي يحرز 5 اهداف في دور اقصائي. من الارقام برضو ايه ل ايرلينج هالاند انه اصغر لاعب في البطولة يحرز 33 هدف وهو عنده 22 سنة. نتنقل إلى موضوع آخر، وهو قرعة كأس الرابطة المصرية اللي فاز بيها الموسم الماضي نادي فيوتشر بعد ما تغلب على نادي المحلة بنتيجة 3-0. قرعة دور ال 16 أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي مع نادي المصري. في سكته هيلاعب الكسبان من غزل المحله والاسماعيلي. طبعا في سكته عنده المقاولين وحرس الحدود وفيوتشر وطلائع الجيش. الناحيه الثانيه نادي الزمالك هيقابل نادي البنك الاهلي، كسبان منهم هيقابل كسبان من سموحه وسيراميكا. في نفس سكه الزمالك في الاتحاد مع فاركو هيلاعب الكسبان من بيراميدز وإنبي. عندنا الفيفا اعلنت مشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، وهو مشاركة 32 فرقة في بطولة كأس العالم 2025 اللي هي نظامها هيبقى نفس النظام بتاع كأس العالم للمنتخبات اللي بتقام كل 4 سنين. طبعا هي البطولة نظامها انه هياخدوا المتوجين بالبطولات القارية من 2021 لحد 2024. فالنادي الاهلي ونادي الوداد المغربي ضمنوا التواجد في كأس العالم للأندية 2025، لأن النادي الأهلي توج ببطولة 2021 بعد ما فاز على نادي كايزر شيفز جنوب أفريقي في النهائي بنتيجة 3-0. وطبعا نادي الوداد المغربي اللي فاز السنة اللي فاتت 2022 على النادي الأهلي في النهائي بنتيجة 2-0. طبعا موقف نادي الزمالك موقف صعب جدا في المشاركه ديت، لان طبعا نادي الزمالك لازم يفوز السنه دي ببطوله افريقيا عشان يضمن الوصول لكاس العالم للانديه. طب هتقولوا لي طب ما لسه في بطوله 2024. هقول لكم ان موقف نادي الزمالك سيء جدا في الدوري. الزمالك خامس الدوري وغالبا مش يعني مش هيقدر ان هو ينافس على المركز الثاني، دي حاجه شبه مستحيله. وخصوصا ان ربما يتاخد الاول 4 فرق في زي ما قلت لحضراتكم في حلقه سابقه من الدوري المصري من الدور الاول. فنادي الزمالك حاليا في الدور الاول متواجد في المركز الخامس.
فالزمالك ما عندوش حل غير ان هو يفوز ببطوله كاس دوري ابطال افريقيا هذا الموسم لضمان المشاركه في بطوله 2025. طبعا لان بطل 2025 مش هيشارك في البطوله. عندنا الفرق المشاركة لحد دلوقتي، عندنا من أوروبا تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا 2021، وعندنا ريال مدريد 2022، وعندنا ده بالنسبة لأوروبا. وعندنا أفريقيا قلنا النادي الأهلي ونادي الوداد 2021 و2022. عندنا من آسيا نادي الهلال السعودي اللي فاز ببطولة 2022. عندنا من أمريكا الشمالية عندنا نادي مونتيري اللي فاز بالمكسيكي اللي فاز ببطولة أمريكا الشمالية ب 2021. عندنا نادي سياتيل الامريكي اللي فاز ببطوله امريكا الشماليه 2022. وعندنا امريكا من امريكا الجنوبيه اللي وصل نادي بالميراس البرازيلي اللي فاز ب 2000 ببطوله 2021. وعندنا نادي فلامينجو البرازيلي اللي فاز ببطوله 2022. عندنا تقسيم ال 32 فرقه هتبقى اللي هي المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه 2025، عباره عن 12 فرقه من اوروبا و6 فرق من امريكا الجنوبيه، وعندنا 4 فرق من امريكا الشماليه، وعندنا 4 فرق من اسيا واربعه من افريقيا، وفرقه من ايقانوسيا القارية، والدولة طبعا المستضيفة هياخدوا منها. بكرة إن شاء الله أو النهاردة يعني عندنا مباراة مهمة جدا في دوري الأبطال ما بين نادي ريال مدريد ونادي ليفربول في مباراة العودة اللي هتتلعب في اسبانيا. والمباراه طبعا حضراتكم عارفين ان مباراه الذهاب انتهت بفوز نادي ريال مدريد على ليفربول في عقر داره 5-2. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه قادمه من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.